اهلا بحضراتكم في قناتكم المفضلة ياسر هيروح فين. خليني اقول لحضراتكم احنا فين دلوقتي. موجودين على الطريق الساحلي وبالتحديد امام منطقة الاباري. قدامنا كده بشاير الخير ورايحين دلوقتي نشوف اسكندرية الجديدة. خلينا نتعرف اكتر على اسكندرية الجديدة. حضراتكم متخيلين ان المدينة اللي احنا شفناها حاليا وبنشوفها دلوقتي، المدينة دي مدينة جديدة جوه اسكندرية. هتقولي معقول ده موجود جوه اسكندرية؟ هقول لحضرتك قبل ما اقول لك مكان المدينة فين، ما تنساش بقى تشرفنا بالاشتراك وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك مننا كل جديد. دي قناتكم ياسر هيروح فين الخاصة بكل جديد في اسكندرية. خلينا النهاردة نتكلم عن مشروع جميل جدا موجود في قلب اسكندرية، وبالتحديد عند نهاية شارع قناة السويس من اتجاه الطريق الصحراوي. اكيد طبعا حضرتك وانت رايح مثلا على الموقف الجديد او رايح اتجاه محطة مصر، عارف كوبري قناة السويس هتنزل منه وهتلاقي قدامك الكوبري بتاع محرم بيه صواري او اسكندرية الجديدة. انجاز جديد من انجازات اسكندرية اللي بتقام حاليا. لو حابب برضو تروح موجودة فين بالظبط اكتر، خليني اقولك اكيد كلنا عارفين كارفور سيتي سنتر اللي موجود في مدخل اسكندرية وبالتحديد امام الداون تاون اللي اتهد طبعا عشان مشروع جديد برضو. موجودة هي في ظهر كارفور. هنوري حضراتكم بقى الاعمال بقى وهي شغالة. زي ما احنا شايفين العمال اللي بيشتغلوا سيراميك وشايفين شكل العمارات من جوه عامل ازاي. مشروع حاجة في منتهى الجمال. عارف بقى السؤال وعارف الجملة اللي هتتقال دلوقتي، هتقولي المشروعات دي مش لينا يا عم ياسر. هقولك والله احنا بس كل اللي علينا بنوصل لك ايه اللي بيحصل في اسكندرية وايه الجديد في مشروعاتنا. ولكن بقى العمارات دي مين اللي هيشتريها ومين اللي هيشتري العقارات دي؟ انا ما اقدرش اقولك ازاي تقدر تشتري شقة او محل في مكان زي ده. بكل صراحة ما عنديش فكرة ده تابع لمين وازاي الاستثمار في المكان ده هيكون ماشي. انا ما عنديش بقى فكرة عنها زي ما بقول لحضراتكم، ولكن خلال فيديوهاتنا اللي جاية هعرف لحضراتكم بالتفصيل المشروع ده هينتهي امتى، وهعرف لحضراتكم ازاي ممكن تيجي وتستثمر في المكان. خلينا كده بقى نطلع ونلف ونشوف المشروع كده. احنا ماشيين على بشاير الخير زي ما قلنا. هنكمل برضو بعد بشاير الخير وهتعدي من كوبري الاباري وهتتجه كأنك واخد بقى المدخل اللي ينزلك على الطريق بتاع القاهرة الطريق الصحراوي. هيبقى على ايدينا الشمال كارفور. المدينة موجودة في ظهر كارفور بالظبط. هنفضل اهو ماشيين كده. احنا اخدنا المخرج في الاتجاه اليمين. لو كملنا بقى على طول هنتجه اتجاه الطريق السريع والطريق الزراعي، وعندك كمان الموقف الجديد موقف محرم بيه. كده بقى احنا خدنا اهو المخرج اليمين عشان نتجه للمدينة. واحنا ماشيين هنلاقي بقى خلاص الاعمال قدامنا كده على الطبيعة زي ما احنا بنشوف في خلال الفيديو. اعداد كبيرة جدا من العمارات وعندك كمان نماذج من الفلل. كل ده موجود في المدينة او في صواري زي ما بنسميها. اليافطة التعريفية الخاصة بالمشروع اسمها صواري او مشروع صواري. لكن الهدف من انشاء مشروع كبير زي ده في قلب اسكندرية هو انشاء مدينة جديدة وهي اسكندرية الجديدة. خلينا كمان نقرب اكتر كده. شايفين بقى يا جماعة نماذج الفلل عاملة ازاي. عايز اقول لحضراتكم انكم لو بتعدوا من هنا وشفتوا المكان ده قبل الانشاءات دي، المكان ده كان عبارة عن اراضي زراعية واراضي ملاحات. كمان عايز اقولك ان في وشنا بالظبط هنا هيبقى المحطة النهائية بتاعة القطار السريع واللي زي ما اتكلمنا عليه كتير جدا. المحطة النهائية هتكون كده على ايدينا اليمين. دي المحطة بتاعة القطار السريع المحطة النهائية، يعني المنطقة دي بالكامل هتتغير. اتمنى بقى ما كنتش طولت عليكم واديتكم نبذة سريعة عن مدينة اسكندرية الجديدة. هتوحشوني للفيديو اللي جاي.